السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ النهارده بقى هنعمل وصفة سهلة وبسيطة جدًا، إن شاء الله يا رب تعجبكم. لو عندِك بقى كوباية دقيق وكوباية مَيّة، تعالي يالّا بقى ونعمل أحسن وأسهل وصفة في الدنيا كلها. هنعمل وصفة سهلة أوي، أوي وبمكونين 2 بس. حطي بقى المَيّة تغلي على البوتاجاز، أول المَيّة ما تغلي انزلي عليها بالدقيق وقلّبي كده وطفّي النار على طول. بس، يعني ما تسيبيهاش على البوتاجاز كتير، وقلّبي بقى عليها، وبعد كده بقى قلّبيها كويس أوي وسيبيها بقى تبرد كده بالمنظر اللي أنتِ شايفاه ده، وبعد كده هاقول لِك بقى اعملي فيها إيه. هاتي بقى شوكة، تمام، وابدئي بقى كوّريها كِوَر صغيّرة أوي، أوي على قد ما تقدري، وانزلي بقى عليها كده بالشوكة زي ما أنتِ شايفة كده، بصّميها كده بالشوكة وقلّبي بقى. بس مش مطلوب منِّك تعملي أكتر من كده فيها، تشكّليها أكتر من كده. بس ابدئي بقى شكّلي تاني، هتشكّليها كلّها، وبعد كده هاقول لِك بقى الخطوة اللي بعد كده هنعمل فيها إيه. سهلة جدًا وبسيطة أوي، أوي، لو لزقت بقى معاكِ في الشوكة وأنتِ بتعمليها بنقطة زيت صغيرة كده مشي على الشوكة، وابدئي كمّلي معاكِ، هتبقى سهلة معاكِ أوي وبسيطة جدًا، جدًا، حاجة بقى حلوة سهلة وبسيطة ومش مكلفة أبدًا. طبعًا في أي بيت إن شاء الله يكون موجود دقيق وموجود المَيّة طبعًا، بس والشربات بقى شربات الكنافة اللي هو البسيط العادي خالص، اللي هو كوباية سكر ونُص كوباية مَيّة، ولو في عسل جلوكوز في عسل نحل تمام. بس وعصرة ليمونة نحطه على البوتاجاز وخلاص، عايزة بقى زي نحطي تقطّيها في شوكولاتة تمام، عايزة تحطي عليها شربات تمام براحتك، بس كده وخلاص. سكر بودر برضه، حاجة بقى تحفة وبسيطة وسهلة جدًا. هنا بقى كنت سخّنت زيت كويس أوي، هانزل بيها بقى كلّها كده مش كلّها يعني هانزل بجزء منها، ياخد بقى لون دهبي بس كده وخلاص. سهلة وبسيطة أوي ومكوناتها سهلة جدًا. بس المَيّة تغلي نحط بقى الدقيق عليها ونقلّب زي ما أنا قُلت لكم كده، مش محتاجة إن إحنا نعمل في العجينة بتاعتها أكتر من كده، ولا بنحط فيها أي إضافات تاني. بس هنا بقى كانت بدأت خلاص تتحمّر أهيّة، هتاخد بقى اللون إن شاء الله الدهبي وأطلّعها بقى معاكم وأورّيها لكم بقى هيبقى شكلها إيه في الآخر. سهلة وبسيطة أوي، 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 أي حد ممكن يعملها وبسيطة جدًا، 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 ما فيهاش أي اختراعات ولا أي حاجة خالص، بسيطة جدًا. ما بتاخدش أي وقت، يعني ممكن كمان الكمية دي كلّها لو معاكِ بقى طاسة كبيرة شوية، ممكن تحطيها كلّها مرّة واحدة. أنا عملتها على كذا مرّة علشان أنا الطاسة اللي كنت باعمل فيها مش كبيرة أوي، بس كان ده شكلها بقى كده، لونها بقى أمّا اتعمل، هانزل بقى بالشربات اللي أنا قُلت لكم عليه الشربات التقيل، اللي هو كوباية سكر ونُص كوباية مَيّة ومعلقة عسل جلوكوز وعصرة ليمون، شربات يكون تقيل. بس كده وصفة سهلة وبسيطة جدًا، ولادِك هيحبوها جدًا وحاجة بسيطة أوي. حلوة جدًا، يعني هي طعمها كده مقرّب بقى من بلح الشام، زلابيا، الحاجات بقى الجميلة دي. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم إن شاء الله، عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.